لو انت بتشتري عقار تجاري في مكان مبني وجاهز بيبقى الموضوع سهل، لان انت بتبقى شايف كل حاجه قدام عينك. بتقدر تشوف المول وتشغيله والصيانه، وبتقدر تشوف الوحده وموقعها بالظبط وكل التفاصيل من جوه التشطيب والمساحه، وتقدر ترفع مقاسات وتقدر تشوف كل حاجه. انما لو بتشتري عقار تحت الانشاء الموضوع بيختلف تماما، انت بتشتري حاجه لسه ما اتبنتش وكل حاجه بتكون على الورق لسه، فلازم تتاكد من الورق كله بدايه من العقد. لازم تقرا العقد كويس وتفهمه، ولو في اي حاجه مش فاهمها اسال فيها، حتى لو هتستعين بمحامي. لازم تبقى فاهم بالظبط كل التفاصيل والشروط، والوحده اللي انت هتستلمها متشطبه ولا بدون تشطيب، والتشطيب شكله عامل ازاي. هل هتكون التكييفات متركبه ولا انت اللي هتركبها وهتشارك في ثمن التكييفات والحاجات دي كلها، علشان ممكن وانت بتشتري تكون فاهم حاجه واللي بعد كده تفاجأ بحاجات انت ما كنتش عامل حسابك عليها وتكون اصلا مكتوبه في العقد. كمان لازم تتاكد طبعا من الماستر بلان وموقع الوحده بالظبط اللي انت هتشتريها ومساحتها. المكتب او المحل او العياده اللي انت بتشتريها دي، هل هي قريبه من الاسانسير، من السلم الكهربائي، قريبه من الحمامات؟ لازم كل ده تبقى واضح قدامك وتبقى فاهمه. وكمان مهم جدا ان انت لازم تستلم رسمه الاوتوكاد، دي لازم تكون مرفقه مع العقد ومختومه. الرسمه دي اللي هي بتوضح الابعاد الحقيقيه للوحده اللي انت بتشتريها، سواء المكتب او المحل، يبقى واضح قدامك بالظبط عرض المحل قد ايه، ارتفاعه، المقاسات بالظبط الحقيقيه تكون موجوده ومتسلمه معاك. لو المطور مرضاش يسلمك الرسمه دي يبقى ما تشتريش منه، شوف غيره. طبعا لازم تبقى فاهم وعارف كويس الاداره او شركه اداره الصيانه او اداره التشغيل اللي هتكون ماسكه المكان ده، والتننت ميكس وكل التفاصيل اللي تخص المول اللي انت بتشتري فيه الوحده بتاعتك. فدي كام نقطه كده لازم تبقى واخد بالك منهم وانت بتشتري عقار تجاري تحت الانشاء. وطبعا مش محتاج افكرك، لو احتجت اي حاجه تقدر تكلمني في اي وقت.